يا بنتي بتاكلي قشر الموز وبترميه؟ ما ترميهوش تاني. من بعد النهارده هعلمك شوية حاجات وفوائد لقشر الموز اللي انتي بترميه ده. الموزة طعمها يجنن، والقشر كمان اللي بره ده اللي احنا بنرميه فوائده تجنن مدهشة. هتجيبي حتة من القشر اللي بترميها واغسليها كويس وكوباية من المية، وهتقطعي القشرية صغير كده، كتري براحتك زي ما انتي عايزة مع حاجة بنرميها ببلاش. وبعدين هنضيف عليها معلقتين كبار من الرز الابيض. طبعا عارفين الرز ده هو سر جمال البشرة الزجاجية، سر اليابانيات هو الماسك ده، الرز مع قشر الموز، سر جمال بشرتهم يعني. هنعمل بقى فيهم ايه؟ زي ما انتم شايفين كده انا حطيتهم على النار، هيبتدوا يغلوا لغاية ما يستوي الرز تماما. احنا قشر الموز طبعا هنعرف ازاي انه استوى، ما بيستويش. الرز اول ما يستوي يبقى بيوريه خالص ناعم، هنبدأ الخطوة اللي بعدها، هنحطه في الخلاط او بالهاند بلندر لو عندك. انا ما عنديش هاند بلندر، حطيته في الخلاط هيتضرب كده لمدة مثلا دقيقتين تلاتة، تحسي ان بقى بيوريه، بقى ناعم خالص، ما فيهوش اي تكتلات خالص. لو حسيتي انه مطحنش كويس ممكن تفلتريه، يعني صفيه في الصفايه ولا حاجه. انا بالنسبه لي طحنته حلو قوي. هنا بقى هضيف عليه معلقه من الكولاجين الطبيعي، لا اقصد هضيف عليه معلقه من النشا يا بنات، وده بيحفز انتاج الكولاجين. فبالتالي الوصفة دي هتشد معاكي البشرة وهتخليكي دايما شباب. ليه ما نعملهاش بمكون بنرميه؟ قلبي كده النشا ودوبيه كويس في الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط. على فكرة الموز من اكتر الحاجات اللي بتحفظ نسبة كبيرة من المية عندك في الجلد، يعني بتديكي ترطيب عالي قوي. يعني من الاخر بتحافظ على شباب بشرتك. تعرفوا النقطة دي ولا لا؟ تعرفوا ان كل ما رطبتي بشرتك كل ما خليتيها على طول شباب وما تعجزش بسرعه. اوعي بقى ما ترطبيش البشره، خصوصا في الجو الساقع اللي احنا فيه ده من بردان. طيب هنرجع تاني لوصفتنا، هنقلبها كويس قوي وبعدين هنسيبها بقى تبرد خالص خالص. هتجيبي عصير ليمون، لو ما عندكيش عصير ليمون انا عارفه ان انت عندك في المطبخ دلوقتي عصير برتقال كتير، حطي فيتامين سي اللي هو عصير برتقال يعني. وبعدين هتضيفي معلقه كده كبيره من الحليب البودر او حليب الاطفال حتى لو عندك معلقه، انا عارفه انه غالي. هنقلبهم بقى كويس جدا جدا مع بعض. هتبتدي بقى تطبقيهم على البشره ازاي؟ اولا الماسك ده يعتبر كمان ماسك وصنفره في نفس الوقت، ودي ميزه ان الماسكات اللي بتجمع ما بين تقشير البشره، ازاله الجلد الميت، وكمان تفتيح البشره والتجاعيد. فدي بتبقى حاجه بتضربي عصفورين بحجر زي ما بيقولوا بالبلدي كده. هنحطه نص ساعه على البشره ينشف تماما. اغسلي بشرتك كويس جدا واقفلي المسام بمكعبات النضاره، فاكرينها ولا لا؟ وبعدين رطبي. لو انت بقى عايزه تعملي من الموز نفسه ماسك، انا هقولك اكتبي لي ماسك الموز، هكتب لك وصفه تحفه في التعليقات.